تعالوا اقول لكم على 3 حاجات لو عملناهم ربنا يرزقنا ويفتح لنا الابواب المغلقة. هما 3 اسباب ربنا ذكرهم في القرآن والسنة، وقال دي السكة بتاعة فتح ابواب الرزق. اول حاجة السعة، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشي في مناكبها وكلوا من رزقها وإليه النشور. معنى الآية إن الأرزاق موزعة في الأرض، فأنت محتاج تمشي وتسعى، هو السعة. تاني حاجة الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رزق الخلفة، رزق الفلوس، رزق حب الناس من حواليا، رزق الممتلكات، اي حاجة كله بيجي من الاستغفار، يبقى السعي ومعاه الاستغفار. الحاجة التالتة، من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، وان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والاخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. فعون الناس بامكانياتك اللي على قدك استجلاب لعون الله سبحانه وتعالى. سعي واستغفار وعون تفتح أبواب الرزق.